في الفيديو اللي فات انا قلت ان انا هتكلم عن المايند ماب والمود بورد، بس قلت الفيديو ده اهم عشان الواحد يبقى بادئ ستيب باي ستيب، فسامحوني بقى. بقالي فتره بتعلم جرافيك وكل يوم بكتشف فيه حاجات جديده. كنت فاكر في الاول اللي هو مجرد برنامج وهتعلمه قشطه الدنيا تمام وشويه تاثيرات هجيبها من عن النت وخلاص. لكن الموضوع طلع اكبر من كده بكتير، والنهارده هشارك اللي انا فهمته لحد دلوقتي عن الجرافيك ديزاين وقد ايه هو موجود حوالينا وازاي الواحد يبدا فيه. هو انا مش خبير، انا لسه ببدا زي ما قلت لكم، وكل يوم بتعلم حاجه جديده، وان شاء الله زي ما وعدتكم هشارك معاكم الرحله دي. خلينا ندخل في الموضوع، بس قبل ما نبدا عايز اسال كل واحد فيكم سؤال: انت فاكر الجرافيك ديزاين ايه؟ جاوب في الكومنتات، ولو رايك اتغير بعد الفيديو ده قول لي في الاخر. وانا بذاكر جرافيك ديزاين اكتشفت ان هو مش مجرد تصميمات حلوه، بل هو في الاساس وسيله تواصل بصري. يعني بدل ما تشرح فكره بكلام كتير، ممكن بتصميم بسيط يخلي اللي قدامك يفهمه على طول. اي اعلان بيظهر لك، اي لوجو على منتج، حتى ترتيب الكلام، ده جرافيك ديزاين. الجرافيك ديزاين هو فن بيجمع ما بين الاشكال والالوان والخطوط عشان يوصلك رساله معينه. انا بقالي فتره بتعلم لوجو ديزاين، فعملت كذا لوجو، بس مفيش ولا واحد فيهم ينفع ان انا اكمله لحد الاخر. فانا بحاول اتعلم بحيث ان انا اول لوجو انزله يبقى متكامل ان شاء الله ويبقى تمام. بس اول لوجو بدات فيه قعدت فتره كبيره بختار ما بين الالوان والخطوط، وكل ما اختار لون او خط بحس ان في حاجه غلط، وشويه اعمل الشكل كبير او الايكون كبير، وشويه اعمل الخط اصغر او اكبر. فالمهم عرفت في الاخر ان في حاجه اسمها التوازن البصري. وكمان لما اخترت الالوان لقيت الالوان كلها غلط، حسيت ان يعني الموضوع مش لايق على بعضه، في حاجات لازم تبقى محطوطه في مكانها، وان الموضوع مش عشوائي، في قواعد واساسيات لازم نهتم بيها. وده اللي خلاني افهم ان التصميم مش مجرد ذوق، وان ده علم لو اتبعته هيخلي تصميماتي كلها احترافيه حتى لو انا لسه مبتدئ. وانا ببدا كنت بسال نفسي هو ليه الجرافيك ديزاين حاجه مهمه اصلا؟ ليه في ناس كتيره بتاخده كمهنه؟ بس لما قعدت افكر فيها شويه لقيت ان الجرافيك ديزاين موجود في كل حته، في كل مكان، حتى في البيت في منه كتير قوي، حتى لو في اوضه واحده في منه كذا حاجه، بس احنا مش بناخد بالنا منها عشان خاطر احنا متعودين عليها وما نعرفش ايه ده اصلا. بس لو انت عارف ايه الجرافيك ديزاين هتفهم ان انت محاط بالجرافيك ديزاين. ممكن نستخدم الجرافيك ديزاين في التسويق الاعلاني، كل اعلان بيتصمم عشان يجذبك بطريقه معينه، وكمان الشركات والبراندات بتستخدم الجرافيك ديزاين. اللوجو مش مجرد رسمه، دي هويه بصريه للبراند كامل. وكمان ممكن نستخدم الجرافيك ديزاين في مواقع وتطبيقات عشان تبقى اسهل على الناس. امسك الموبايل وافتح اي ابلكيشن وشوف اي اعلان، وقول لي هل هو معمول بطريقه عشوائيه ولا بطريقة احترافية. وممكن من دلوقتي هتبدأ تاخد بالك من كل حاجة عشان خاطر تفهم أكتر في الجرافيك. هتبدأ تاخد بالك فعلا من الإعلان ده معمول إزاي، من اللوجو ده معمول إزاي، من الرسمة دي مرسومة إزاي، أيا كان هتبدأ تاخد بالك منها عشان خاطر تبدأ تفهم أكتر. وأنا ببدأ في مجال الجرافيك لقيت إن هو في كذا تخصص، وكل تخصص ليه شغله. مثلا زي تصميمات اللوجو، وده اللي أنا بتعلمه دلوقتي. تصميمات السوشيال ميديا، اللي هي أي صورة موجودة على الفيسبوك او اي اعلان موجود على الفيسبوك او تويتر او غيره. وتصميمات المواقع اللي هو جزء منها اللي اسمه اليو اي يو اكس. والموشن جرافيك اللي هي الرسوم المتحركه، وده مش عارف هخش فيه ولا لا، بس بنسبه 50% انا حابه وعايز اخش فيه. في الاول كنت متردد ان انا هبدا بانه مجال، بس بعد كده قلت ابدا باللوجو ديزاين، وفعلا بدات اصمم حاجات بسيطه ولقيت ان الموضوع ممتع اكتر مما كنت اتخيل. بس اللي صدمني ان في تفاصيل كتيره قوي في اللوجو الواحد، زي معادن الالوان واستخدام الخطوط وكمان المساحه السلبيه. لو حد فيكم مهتم بمجال معين ابدا فيه وجرب، بس ما تضيعش وقت كتير لان كل مجال فيهم محتاج وقت كبير في التعلم. فانجز. كنت فاكر عشان انا بقى جرافيك ديزاين لازم اكون بعرف ارسم واكون جبار في الرسم، عندي موهبه خارقه في الرسم. بس بعد ما اتفرجت على ناس وشفت ناس كانت بتبدا من الصفر، عرفت ان كله بالصبر والتعلم. لازم تتعلم كويس ولازم تصبر عشان مش فيش حاجه هتيجي بالسهوله دي. انا مثلا لما بدات كنت متلخبط في اختيار الالوان، كنت بحط خطوط مش ماشيه مع بعضها اصلا، بس كنت كل يوم بجرب وبحاول افهم اكتر. حتى لحد دلوقتي كل يوم بعمل تصميم بحس ان كل مره في حاجه جديده بتتغير. الموضوع مش موهبه بس، هو مهاره ممكن تتعلمها. دلوقتي بقى لو انت عايز تتعلم جرافيك ديزاين، خش على اليوتيوب وشوف انه مجال في المجالات الجرافيك انت عايز تبدا بيه. مثلا لو انت عايز تبدا باللوجو ديزاين زي، هتخش على اليوتيوب وتشوف اللوجو ديزاين ماشي ازاي. يعني هتخش تشوف اللوجو ديزاين اللوجو بيتعمل ازاي، بس فيديوهات سريعه، فيديوهات اللي هي مش عايزك تتعلم، انا عايزك تعرف اللوجو بيتعمل ازاي، الفكره اللي بتيجي منين. لو جت معاك خش فيها، شوف الاول الدنيا بتمشي ازاي، وبعد كده خش اتعلم البرنامج. بعد ما تتعلم البرنامج ابدا اتفرج، خش على مواقع، في مواقع بتديك بريفات، خش على الموقع خد بريف وابدا اشتغل عليه. انا من ساعه ما اتعلمت البرنامج لحد النهارده مقسم يومي عن التصوير والمونتاج
وان انا بعمل لوجو جديد بس، لحد ما ايه اظبط حالي في الموضوع. الموضوع يبقى بالنسبه لي سهل بقى. كل يوم اخش على موقع اسمه موقع بريفنا، اخش اجيب بريف، ابدا ارسم سكتش واطبق، ارسم سكتش واطبق، اعمل مايند ماب ومود بورد، ارسم سكتش واطبق كل يوم، لحد ما عشان احاول ان انا امشي دماغي وامشي ايه ايدي في البرنامج. شوف انت محتاج تتعلم ايه وخش اتعلمه، بس قبل ما تتعلمه اعرفه الاول عشان ما تضيعش وقت. خد فكرة بسيطة من بره، عجبك خش دوس يلا وما تستسلمش. يعني ما تجيش، بص، هيجي عليك وقت برضه، عشان جه عليا وقت الموضوع ده، هتيأس، هتحس ان انت واقف. طب انا خلاص اتعلمت البرنامج، طب هعمل ايه تاني؟ اعمل لوجوهات، خش خد بريف واعمل لوجو تاني، عملت لوجو تاني اعمل لوجو تالت، عملت لوجو تالت اعمل لوجو رابع. بعد ما بتعمل اللوجو ارميه على جنب، خليه على جنب، لحد ما تحس ان انت مثلا عملت لوجو تحفه، جبار، حلو قوي. ابدا بقى ايه، اعمله برزنتيشن، وابدا بقى ايه طور فيه وظبط فيه، وابدا انزله عندك. يبقى ده اول لوجو عندك. انا لسه ما وصلتش لاول لوجو اصلا. فحاول وظبط حالك، وان شاء الله الدنيا هتبقى ايه تمام معاك. انا عموما مكمل في الرحله دي. لو انتم مهتمين اشتركوا في القناه عشان نكمل الرحله دي سوا، واكتبوا لي في الكومنتات ايه المجال اللي حابين تبداوا فيه، وهل بقى الجرافيك ديزاين زي ما كنتم متخيلين. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم.